الآب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وتعزيته من الآن وإلى الأبد آمين. ضمن الصلوات التي تليت على مسامع حضراتكم منذ قليل عبارتين متتاليتين وردتا في صلوات المزامير. أي صلاة تأنيث بعد صلاة الشكر مباشرة يصلي الكاهن بعض قطع من مزامير داود النبي. وفي تجنيز الأطفال بالذات هناك حكمة جميلة من قبل الكنيسة المقدسة المرتشدة بالروح القدس في اختيار نوعية الصلوات التي تناسب المناسبة. ففي المزامير اللي صليناها منذ قليل يقول داود النبي حقيقتين. الحقيقة الأولى تخص الطفل توماس، والحقيقة الثانية تخص الأسرة والمحبين. أما عن العبارة الأولى فهي عبارة في منتهى الروعة والجمال، تقول حافظ الأطفال الصغار هو الرب. ده ما يخص توماس، وبعد شوية نبقى نشوف الجملة اللي تخصنا احنا بقى. حافظ الأطفال الصغار هو الرب. وقد قصدت بالذات أحبائي أن أبدأ كلمة التعزية بهذا المقطع، لأنه ربما يكون عند البعض منكم مسار أسئلة. وإذا كان الرب حافظ الأطفال الصغار فلماذا لم يحفظ توماس؟ هجاوب حاضر على السؤال دوت، بس نفهم في الأول يعني إيه المزمور. حافظ الأطفال الصغار هو الرب. أريد أن أذكر حضراتكم بمكانة الأطفال عند الرب. لهم مكانة عجيبة جدا، وتؤكد الأناجيل المقدسة هذه العلاقة الحبية الرائعة بين الرب وبين الأطفال. ففي مرة من المرات قال لتلاميذه بعد أن كانوا يفكرون باستبعاد الأولاد عنه، فقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وفي مرة أخرى قال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. وفي مرة ثالثة أقام ولدا في الوسط وأشار إلى الطفولة البريئة الوديعة المتضعة وقال لهم من لا يقبل ملكوت السماوات مثل هذا الولد فلن يدخله. هو ايه الحكايه يا رب؟ انت في بينك وبين الاطفال علاقات وشوائب حب عجيبه، وكلمه شوائب في اللغه العربيه اي علاقات. وانت نفسك يا رب من ايام قليله جدا كنا نحتفل بمجيئك لترحم العالم وتخلصه، فأردت أن تأتي بدءا من الطفولة. يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه. بعد هذه المقدمة أعود مرة أخرى إلى المزمور. حافظ الأطفال الصغار هو الرب. فهل حفظت توماس؟ وكيف؟ أحبائي،
الرب عندما يحفظنا أو يحفظ الأطفال بصفة خاصة، واحد، يحفظهم من الدنس المنتشر في هذا العالم، وكأن ربنا بيقول لتوماس تعالى يا ابني حبيبي عندي، لأن العالم ملوث عموما يعني، وأنا عاوز آخدك من الجو الملوث ده لجو نقي. أنا عاوز آخدك من ثاني أكسيد الكربون وأحطك في الأكسجين السماوي. والكتاب لما أشار للسماء قال لا يكون حزن ولا كآبة ولا تنهد. أنا عاوز أزود من عندي بقى شوية كلمات من قبيل التأمل. الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد والدنس والغش والنفاق والرياء والفساد والإعوجاج والمكر. أنت عاوز تخلص يا رب توماس من الحاجات دي كلها؟ كيف؟ قال سأضمه إلي ليكون لسان حاله ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد أحسن إلي. خلص نفسي من الموت ورجلي من الزلل وعيني من الدموع. أرضي الرب أمامه في كورة الأحياء. أنت في السماء بقى يا توماس، ما أنت كنت ولد حلو في صباك وفي شموسيتك وفي طفولتك وفي براءتك. ربنا قال إحنا محتاجين في السماء إن إحنا نكتر من هذه النوعيات الجميلة الحلوة، وتظل أنت متطلعا على الأرض ومن فيها شفيعا عنا وشفيعا لأجلنا. حافظ الأطفال الصغار هو الرب، بمعنى أحفظ كيانك الروحي، وأما كيانك الجسدي إن كنت قد سمحت له بمرض أو بأمراض أدت في النهاية إلى انطلاق الروح، فهذا ضمن خطة الحفظ أن أحفظك وليس أن أهلكك وأقضي عليك. افهموا يا أحبائي ديناميكية معاملات الله من فضلكم، ولا تجعلوا مجرد العاطفة البشرية فقط تكون حاجزا وسطا منيعا بيننا وبين فهم طبيعة الله. اكشف عن عيني يا رب فأرى عجائب من شريعتك. يقول الكتاب وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. فإحنا كلنا لابد أننا سنتراءى أمام كرسي الله ليعطي كل منا حسابا عما فعله في الجسد خيرا كان أم شرا. وكأن ربنا بيقول لتوماس وانت حبيبي هتقف قدامي، تعال اقف قدامي وانت مصفى كالذهب، وان كنت ساصفيك تماما بتجربة المرض لكي تأتي إلي بكيان روحي غير قابل للمرض. هو في السماء في مرض؟ هو في السماء في التهاب رئوي؟ هو في السماء في مستشفى؟ هو في السماء في عناية مركزة؟ ولا حاجة من الحاجات دي موجودة فوق. فتعالى عندي بقى فوق. حافظ الأطفال الصغار هو الرب. أنا الأكثر مقدرة، كأني أتكلم بلسان الله، أنا الأكثر مقدرة يبني على حفظك، حتى ولو عجز الأطباء أن يحفظوا جسدك في الصحة والسلامة. أنا اللي أحفظك. ساعات إحنا مع بعضينا يعني في المجاملات البشرية والاجتماعية، أما واحد بيحب
يحيي إنسان أو يشكره على حاجة. أفكركم بحاجة أنتوا بتقولوها طبيعي كده، الله يحفظك. واحد عمل فيك خدمة معينة أو حاجة تقول له متشكر، وبعدين تقول له الله يحفظك. طب ما احنا بنقر بقى حقيقة وهي تعبر عن إيماننا العميق، الله يحفظك. فربنا قال مش انتوا فوضتوني، مش عطيتوني توكيل ان انا اللي احفظ حبيبك الغالي عليك، اديني حفظته من شر العالم. حافظ الاطفال الصغار هو الرب من جهه ايضا الاتضاع والوداعه. ده الاتضاع والوداعه دي كنوز جميله جدا. فربنا قال له انت اتمتعت بالوداعه والتواضع والبراءه والبراره. حلوه قوي الكنوز دي، هاتها وتعالى لي. هاتها يا توماس وتعالى لي، عشان اللي عندي في السماء كلهم فيهم البراره وفيهم النقاوه، وانت هتكون زي ضره وجوهره في وسط هذا التاج، تاج الابرار البررة الأبرياء. حافظ الأطفال الصغار هو الرب. لذلك يا أحبائي أوجه كلامي للكل، وأوجه كلامي بصفة خاصة للوالدين والجدود والجدات والأقارب وكل الذين التحموا مع هذا البار البريء في سني حياته التي عاشها على الأرض. ومن فضلكم مش عاوز حد أبدا يقول ما كملش عمره، ما لحقناش نفرح بيه، ما كنا عايزين نتهنى بيه عريس. كل ما كنتم تتمنونه من جهته حققه الرب، بس بصور بديلة. كنتوا عاوزين تشوفوا عريس، ربنا قال مين قال انه مش عريس، بس عريس السنة. كنتوا عاوزينه تتمتعوا بيه متهني، ومين قال لكم انه مش متهني؟ ده ربنا شانه من الشقاء وقال له تعالى هنيك. برضه لما بنقول مع بعض كده واحد شيل الحاجة وبعدين نقول له هنيا، هو بيرد بنوع من الذوق والمجاملات، الله يهنيك. أنا قلت جملتين أنتوا بتقولوهم دايما في المجاملات، الله يحفظك والله يهنيك. وأنا كأننا دلوقتي بنقول له يا حبيبي الله يحفظك بس مش على الأرض، الله يهنيك مش لأنك شربت كوباية عصير ولا كوباية مية، الله يحفظك الله يهنيك في فردوس النعيم وملكوت السماوات. لكي لا أطيل عن حضراتكم أنتقل إلى الجزء الثاني من المزمور الذي يخصكم. احنا قلنا حافظ الأطفال الصغار هو الرب، وقد شرحت ما يخص الابن توماس. نيجي بقى الحتة الثانية، حافظ الأطفال الصغار هو الرب. تواضعت فخلصني، دي عبارة بلسان المتكلم المصلي، وأقصد به الأسرة المبروكة والوالدين الأب والأم والجدود والجدات. أنا عاوزكم يا أحبائي كده تقفوا قدام ربنا وتقولوا له، بس بلغة الجماعة بقى، هو داود النبي قالها بالمفرد، تواضعت فخلصني. نقولها بقى بلغة الجماعة، ولما أي حد فيكم ينفرد في الصلاة كده في مبدعه يبقى يقولها بالمفرد، بتدي دالة شخصية كده بينك وبين ربنا. تواضعت فخلصني. لما نقولها بلغة الجماعة نقول تواضعنا فخلصنا، واسمحوا لي أعمل كده زيادة صغيرة كأننا بنقولها بطلب من ربنا. تواضعنا فخلصنا. احنا يا رب هنتعهد قدامك ان بإزاء تجربة انتقال توماس احنا يا رب هنتواضع
تحت يدك، زي ما قال الكتاب برضو تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في زمن الافتقار. أهو توقيتها أهو النهارده. تواضعوا بمعنى اقبلوا باتضاع مشيئة الرب. أنا ما بقولش إن في حد من الحاضرين متكبر، لكن في حاجة اسمها في أقوال الآباء اسمها اتضاع الفكر. اتضاع الفكر مش اتضاع السلوك، يعني ما كلكم ناس حلوين ودعاء ومتضعين، لكن هنا بقى تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في زمن الافتقار. لما اتضع بفكري واخضع لمشيئة ربنا واقول له لتكن مشيئتك، ربنا يفتقدني بالتعزية. مش انتوا جايين تتعزوا؟ ربنا بيشترط علينا اشتراط صغير كده. قول لنا يا رب عاوز ايه مننا عشان تعزين؟ ان تواضعوا. بمعنى ايه يا رب؟ ان اقبلوا المشيئة. أعظم درجات الاتضاع في اللاهوت الروحي وفي الفكر الروحي اتضاع الفكر، اتضاع العقل، خضوع الإنسان بمشيئته إلى مشيئة الرب. زي ما بنقول كلنا في الصلاة الربانية لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ربنا كده يبص للأسرة الحلوة الهادية ديت، مع تقديري طبعا لسكب الدموع. ما انا مسكت نفسي من دموعي وانا واقف جنب توماس في المستشفى الفرنساوي، انا واحد زملاء الاباء كان عندما زرته قبل ان يحدو بايام. صحيح ما ردش علي او دخل معي في حديث، لكني نظرت اليه وكان لسان حالنا تواضعنا فخلصنا. وأما توماس اللي أمامي على سرير العناية المركزة، فأنت يا رب بقى نطبق النص الأولاني من المزمور: حافظ الأطفال الصغار هو الرب. فأنا عاوز الأسرة المبروكة الحلوة دي، انتوا كلكم أسرة كنسية، انتوا ولادنا هنا في كنيسة مرجانية، عارفينكم وعارفين عبادتكم وصلواتكم وكنسيتكم. فيبقى تواضعتوا فخلصني. العجيب بقى اللي فيكم خلي باله من حضراتكم، المزمور موجود في قطع المزامير اللي في الأول، وهو ده نفس المزمور اللي مقدمة الإنجيل اللي اتقرا. أي إنجيل بيتقري في الكنيسة لازم يسبقه مزمور. فتلاقوا من محبة ربنا وحكمته إن صلوات التجنيز بيتقال في قطع المزامير الأولى، وبعدين اتقال في المزمور الأولاني اللي اتقال وتسمونه بنيامين بالنغم الفرايحي السنوي. ما تنسوش احنا في فترة فرايحي من الميلاد للختام، فما بنقولش صلوات بأي نغم حزين بنغم فرايحي. وده يمكن برضه نعمة من ربنا إن يكون انتقاله ونياحته في التوقيت المفرح، في التوقيت المفرح اللي الكنيسة فرحانة بميلاد الرب يسوع. أحبائي، إن الأرواح تعيد بأكثر فاعلية وتجاوب مما تعيد الأجساد. تقول لي يعني بس وضح يعني معروف عشان ما يبقاش الكلام صعب. هو الكلام مش صعب. يعني توماس معيد؟ معيد. اوعى حد من الأسرة يقول الله ما هو لابس طولية شماس في النشرة بتاعت الوفاة اللي بتعلق. ده ما كان يحضر معانا قداس عيد القطاس ويلبس الدنيا، ومين قال لكم انه مش لابسها؟ سيبوكم من الكفن ايا كان، خلونا في الكيان الروحي. الطفل لابس شماس في صورة فوتوغرافية؟ لا، ده لابس شماس في صورة ملائكية قدام ربنا. لذلك لو علمنا النقلة الجميلة
من ملامح الدنيا الأرضية إلى ملامح السماء وفردوس النعيم ما كنا نحزن قط. لا زلت أكرر وسأظل طوال خدمتي الكهنوتية دعوة عامة لشعبنا المشارك والمجامل في صلوات الجنازات. اعملوا معروف، تعالوا البس أبيض يا ستات ويا شابات. البعض القليل وأشكرهم لابسين أبيض. أتمنى وأنا الكلام ده أنا بقوله في كل جنازة، مش في جنازة توماس بس، أنا بقوله في كل جنازة كبار أو صغيرين. بقول عاوزين نلبس البياض، لأن أولئك الذين رحلوا عنا إلى السماء بثياب البيض. كيف نجلل أنفسنا بالسواد عليهم؟ حلو، الصندوق لونه أبيض والبعض القليل لبس أبيض. طب أقول لكم في الآخر بقى بغض النظر عن لون الثياب، خلوا قلوبكم بيضة بإزاء الحدث. بمعنى نرجع تاني بقى للمزمور عشان أختم. حافظ الأطفال الصغار هو الرب. والحتة التانية بتاعتنا بقى، حافظ الأطفال الصغار هو الرب. تواضعت فخلصني. ده النص الكتابي للمزمور، بس بقول أنا من قبيل التأمل والدعاء والتضرع بقولها بطريقة تانية. تواضعت فخلصني. أقدم لك حاجة يا رب وأنت عندك الكتير بقى. تواضعت فخلصني من الحزن، وخلصني من الحسرة، وخلصني من الدموع، وخلصني من الكآبة، واملأ بيتنا سلام، واملأ بيتنا تعزية. ولما حد يسألنا على توماس نقول زفناه زفاف يا ناس، زفاف، عرس سماوي. هذه الصورة الأرضية التي لا تستوعبها عقول البشريين، تستوعبها قلوب الروحيين الذين هم أنتم وأنتن. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، بس أنا بقدم المزمور ده متهيألي اتحفظ بقى، لأن أنا قلت 10-20 مرة دلوقتي. حافظ الأطفال الصغار هو الرب. تواضعت فخلصني. عاوز تكمل بعد كده وتتعزى، اقرا المزامير في الإربية. ارجعي يا نفسي لموضع راحتك وأولادك تلاقي فيها، بس الوقت لا يسعفني عشان أقول كل ما في جعبتي. ربنا يعزيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يهنيكم زي ما حفظتوا الناس وبيهنيه. أقدم تعزية من الأعماق، ليس فقط بلساني ولكن بالنيابة عن جميع الآباء الموقرين في إبرشيل طنطا المشتركين معنا الآن في الصلاة. ونقدم شكرا خاصا لزميلنا المحبوب جناب الأب الورع قنصلنا كورولوس زكي، الكاهن بمطرانية كفر الشيخ، الذي تفضل بالحضور والمشاركة. الأسرة تتقدم بالشكر للجميع، تقدم الشكر لصاحب النيافة الحبر الجليل الأنبابولة مطرنا المحبوب ومجمع كامة الإبرشية وقدسنا كورولوس زكي. كما تقدم شكرا خاصا لجميع العاملين في مدارس السلام الخاصة، مدرسة الأمريكان، بدءا من الأخت الفاضلة مديرة المدرسة وجميع المدرسين والمدرسات والعاملين بالمدرسة، وكذا العاملين بمديرية التربية والتعليم بالغربية. يوم الاثنين بعد بكرة إن شاء الله هيوافق عيد سيدي جميل، هو عيد الختام. بدينا 29 كاتب عيد الميلاد، وبعدين عندنا
يعني 8 أيام فرايحي من 29 كيان ليوم 6 أكتوبر اللي هو يوم الاثنين، حيث تحتفل الكنيسة بعيد الختان، تذكار ختان السيد المسيح وهو طفل في اليوم الثامن. القداس هيتصلى فرايحي برضه، وإن شاء الله يبقى ده يوم الثالث. بعد انتهاء القداس نصلي صلاة الثالث على روح ابننا توماس بعد انتهاء القداس مباشرة هنا في الكنيسة. بناء على طلب الأسرة يقتصر العزاء فقط على حضور صلوات الجنازة الآن، ولا توجد قاعة تقديرا لظروف الأسرة والإرهاق اللي كان في الفترة اللي فاتت. عندكم فرصة تسلموا عليهم دلوقتي، وأيضا يوم الاثنين لحضور قداس عيد الختان وصلاة الثالث لمن يريد. كما أن الأسرة تشكر صاحب النيافة الخبر الجليل الأنبا بولا مطرنا المحبوب على مجاملته ومشاركته. ربنا يعزيكم، ربنا يهنيكم، ربنا يحفظكم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.